تشيز كيك صحي، مكونات بسيطة ودغيا تيوجد. كنتمنى تجربوه، صحي وصالح الناس اللي متبعين الريجيم وانهم بغين ياكلوا اكل صحي. السلام عليكم. اليوم غنصايب تشيز كيك بنكهة الفاني. عندي هاد الجبن فروماج بلون، عندي هاد الكمية، عندي الفاني، عندي جوج بيضات، عندي الغيتريتول، يعني ممكن تستغناو عليه ديروا بلاصتو العسل ولا شي محلى اخر بحال ستافيا ولا شي حاجه، ونزيد قبصه الملح. نبداو ان شاء الله. ناخذ الهاشوار وغادي ندير الجبن ديالي ونزيد عليه البيض، معلقه صغيره تاع الغيتريتول والفاني ديالنا اللي كيعطي واحد النسمه زوينه، ضروري ما نديرو. ها هو صافي، وكنخلطوا جميع العناصر. ضروري قبصه الملح باش كتحيد لينا شويه داك هذا السوريه. ملي طحنتو كيعطيني بحال هذا كريمي، يعني باش نديروه دابا غنديروه ان شاء الله في الفران. دابا غنديرو في هذا المول، عندي هذا المول غنديرو فيه، درت فيه غرق الطبخ وغادي نخويه هنايا. ها هو اختار المول هكا صغير باش كتجي شويه طالعه، حيت هي ماشي كميه كثيره، يعني كميه قليله. هو دابا كبيته في المول وغندخلو ان شاء الله الفران دغيا تيطيب، حيت هو ما فيش بزاف المقادير اللي محتاجه طيب، دغيا نطيبو ان شاء الله. ها هو خرجته من الفران، ها هو تيجي رائع وكله بروتين وصحي، يعني تاكليه بضمير مرتاح كاع ما تخافي. يعني الناس اللي دايرين ريجيم داكشي ما يخافوش منه. انا دابا غندخلو الثلاجه بين ما شد راسو، وغندهنو بالكونفيسور اللي تا هو صحي بلا سكر، وغيجي كيجي رائع. ودابا نوريكم ان شاء الله النتيجه النهائيه. ها هي النتيجه النهائيه فاش خرج وهكا شد فراسو من الثلاجه. دهنتو بالكونفيسور ديال الفريز اللي تا هو مصايبه في الدار، راه حاطه في القناه، يعني بدون سكر، يعني كل شيء طبيعي، يعني داكشي صحي ما فيه لا سكر لا والو. الناس اللي متبعين الريجيم ياكلوه وضميرهم مرتاح وعالي في البروتين، يعني ممكن تاخديه مورا لاصال، يعني فيه نسبه كبيره ديال البروتين وصحي. كنتمنى تجربوه لانه انا تيعجبني، وبالاخص لانه دغيا تيوجد وما فيهش بزاف ديال هكا ديال المقادير، وحنا ما نحرموش راسنا. يعني مثلا حنا ناكلو التشيز كيك ديالنا، هي ما كاينش الطبقه الاخرى، ولكن المهم راه كيبقى كيشبه التشيز كيك، حيت تقريبا نفس الشيء اللي كيكون في التشيز كيك ولذيذ من الفوق. ونتمنى تجربوه بالصحه والراحه.